أبشر فالخير بناء، هذا مشروع بناء. طفلك كبر، ابنك أو بنتك ودخل المدرسة، ابتدى يتعامل مع مدخلات مختلفة، شخصيات مختلفة، مجتمعات مختلفة، بأفكار مختلفة. يا ترى هيعمل إيه؟ هيخاف وياخد جنبه وما يعرفش يكون أصدقاء ومش هيعرف يعبر عن نفسه ومشاعره، ولا هيعرف يعبر عن نفسه ومشاعره ويكون أصدقاء ويتفهم مشاعر الغير ويتعامل في عمل جماعي ويفهم تفاوض ويفهم قدرة على تقديم نفسه وذاته، وإزاي يقدر يحلل أفكار التانيين ويرد عليها ويبقى عنده شخصية قوية. طب سؤال تاني، النجاح بتاع ولادنا هو درجاتهم في المدرسة ولا نجاحهم في شخصياتهم بشكل عام؟ شخصيات قوية سوية عندها من المهارات والقدرات اللي يساعدها انها تنجح دلوقتي. انا عندي لكم مفاجأة بقى، بما ان انا عارف ان انتوا جاوبتوا وقلتوا انه هو النجاح انه يبقى عندهم مهارات وقدرات مختلفة، لما تجتمع تكون شخصية سوية ناجحة قادرة على التأثير لا تتأثر. الموضوع ده بقى ما بيبنيش في يوم وليلة، الموضوع ده بيبدأ من دلوقتي، منذ نعومة أظافر أطفالنا نبدأ معاهم بسم الله. بناء بيتكون واحدة واحدة إلى أن ينتهي بهذا البناء المتكامل الجميل اللي بنتمنى أولادنا وبناتنا يبقوا عليه. وعشان كده أنا دكتور أمير منير هبقى معاكم في البناء المهاري والقيادي من منصة بناء، رحلة جميلة مثيرة ممتعة هنقضيها سوا بإذن الله، ونتعلم فيها سوا إزاي نبني أولادنا في المهارات القيادية والحياتية عشان يعيشوا حياة سعيدة دلوقتي وفي المستقبل. هنتكلم عن مجموعة من المهارات زي مهارة التعاون والعمل الجماعي، مهارة حل المشكلات ومهارة الثقة بالنفس والذكاء العاطفي والتفاوض واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية والقيادة والتواصل والتخطيط وأخذ رأي الخبير. وهنتعلم مع بعض في منصة بناءات إزاي نغرس في أولادنا هذه المهارات، وفي كل مرة هنتعلم مع بعض مجموعة من المقومات والوسائل اللي هتساعدنا وإحنا في رحلة تعليم أولادنا هذه المهارات بإذن الله. المقومات اللي منها الدعاء والصبر والتدرج ومراعاة الفروق الفردية وغيرها وغيرها من المقومات اللي هتتكرر معانا في كل حلقة بنفس الكلام ولكن بمعنى مختلف لازم نفهمه ونركز فيه. والوسائل زي المقارنات والمناقشات والتدبر والتأمل واستغلال الكرتون والنشيد والقراءة والقصص وإعداد الأبحاث وضرب النموذج وغيرها وغيرها من الوسائل اللي هتساعدنا بإذن الله. وفي الختام، التربية مش تلقين، التربية بناء، والبناء لبنة لبنة، وكل هذه اللبنات مع بعض لما تمسك في بعض تكون هذا البناء العظيم. احنا مش بنربي أولادنا عشان ينجحوا في المدرسة، احنا بنربي أولادنا عشان يطلعوا قادة يقودوا الدنيا بإذن الله، وده لازم يكون هدفنا وأملنا واللي بنشتغل عشان نوصل. طفل النهاردة قائد بكرة بإذن الله، قوي متزن سوي مؤثر مغير. ابدأي معاه النهاردة. جاهزة تبدأي الرحلة؟ أبشر فالخير بناء، هذا مشروع بناء.